السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا ايش لي هي؟ أميرة ايش بتعمل. ايش هي؟ هاكل ننة. لسه؟ ننة. طب هلا راح يجيبوا لها نانا. حاملة البسة وبتقول قاعد لي بنعمل البسة الاكل جوعانة، بس وأنا يجي بعت عبد عبد الله. الله يجيب لها حليب لأنه خلص اللي عنا. نطلع حليب؟ كيف نفتح نشوف حالكم قديش في الأول؟ حتطلع. إن شاء الله بخير. أنا حابة أتشكر كل اللي بعلقولي، كل اللي بحطوا لي لايكات. إن شاء الله كله ميزان حسناتكم، دعمكم إلى القناة إن شاء الله بتكبر بفضل ربنا ثم فضلكم. بتمنى تشاركوا الفيديوهات حتى الكل يشوف كيف نعيش واقع حياتنا. والجداد معنا أهلا وسهلا، نورتونا. طبعا معاكم أختكم موسى من غزة، بتوثق حياتها اليومية كيف بتعيش في خيم النزوح. زي ما انتم شايفين جبنا الحليب للبسها، رضعناها هنا نخليها تنام بدتنا عشان نبلش روتيننا لليوم. تبوسيها. أميرة بتحب خلاص بستيها. البسس كتير، يعني يلا يا بتبوسهم دتنا. أليفة معهم ما بتأذيهمش. وبتشكر كل الداعمين اللي بيدعمونا عن طريق الكوفن مي، عن طريق ميزة شكرا. إن شاء الله كله في ميزان حسناتكم يا رب. زي ما انتم شايفين بعد ما فطرنا البسة، هذه هي معاناتنا. خلي عبد الله يروح يصف الجراد والقرب على دور المية. هاي حياة النازح. اول ما فتح عينه بدي امن المي حتى نكمل روتيننا، لان انتوا عارفين فيش بير وفيش مي قريبة علينا، يعني نروح نصفهم دور عبال ما نعبي مي. هذا هو مطبخنا المتواضع. زي ما انتم شايفين انا حافرة حفرة، هاي قبالكم، هاي اللي شايفين الحفرة بجري المية بديرها فيها عشان ما اديرها على الرمل كله تخبص وتفوت المي الرمل مخبص على الحصيرة. بدير المي في الجرة. زي ما انتم شايفين هنا البراد جليته انا، بس الغاز عندي بخليه زي السكن، يعني لون اسود من الرمل فعكته. يعني بحمر الرمل بفعكه من برا، مش من جوا، من برا كل الغام هذا والسكن عليه بروح. بدي اغسل البانيو عشان اكمل شغلي. الله يهونها علينا يا رب. بتمنى اللي وصل معنا ما ينسى انه يحط اللايك، يحط تعليق. بتمنى تعليقاتكم تكون يعني ما فيها كلمة غزة، لانها بتضر القناة وما بترفع الفيديوهات الكل يشوفنا، بحذرونا. وبتمنى تحطوا لي مثلا السميلات مع كتوبة، ما تحطوا السميلات لحالها، لان السميلات لحالها بتضر القناة ما بترفعها، لازم يكون معها كتوبة. بتمنى تحطوا لي كمان كلمات بالانجليش حتى يرتفع الفيديو بسرعة أكبر والكل يشوف كيف إحنا بنعيش. شايفين كيف بعد ما جلينا المية اللي كانت عنا استخدمناها للجلي، وهيك نبعت الأولاد على دور المي. زي ما انتم شايفين كيف هيك الجلي. شايفين البراد كيف صار نضيف، راح كل يتغم منه. هاي بفرجيكم الحفرة. بدنا نبلش هلا تنظيف في الخيمة. هذا الحرام عاملاه نظام دعاسة، يعني تاني يوم حتى عشان الأولاد يحطوا رجلهم عليه قبل ما يفوت على الحصيرة، الرمل اللي في رجليهم يلقط فيه قبل ما يفوت، يعني نخفف نسبة من الرمل. وها زي ما سمعتوا أميرة كانت بتصبح عليكم. الله يسعد كل أوقاتكم يا رب. وهيك هنبلش تنظيفنا للخيمة. أول شي بدي أطلع الحرامات أهويهم، لأنه بيقولوا جاي علينا منخفض. طلع كل فراش كل هذا الشمس، لأن انتوا عارفين على الحصيرة والرطوبة عالية. الله يفرجها علينا يا رب. وهي من قصتنا المتواضعة. للأسف ما في مكانس ومواد التنظيف، صح فيه صار بس بأسعار غالية، وهنا بس بالصحية يعني المكانس مش متوفر، معدوم المكانس. حاولت اجد مكنسة على الفاضي ما لقيتش. اما مواد التنظيف في منه بس باسعار غالية. وزي ما انتم شفتوا الله يديم علينا النعمة، كنت مجهزة الفطور فرجيكم كيف الخيمة نظيفة. هين كان ابو بسام بطعم البسة قبل ما نفطر. زي ما انتم شايفين حاطين فطورنا زعتر، دقة، زيت، جبنة. الله يديم علينا النعمة يا رب. الحمد لله كله فضل ربنا وتم فضل الداعمين اللي بيدعمونا بنقدر نجيب الاكل ونمشي حياتنا اليومية. هيك كنت بعد ما خلصنا اكلنا نغير لأميرة ونمشط لها شعراتها عشان بدنا نطلع. خليكم معي شوفوا الفيديو للنهاية، وبتمنى ما تنسونا من حط اللايك وتعليق حتى الفيديو يرتفع. هيك كنا جهزنا لأميرة وغيرنا لها ومشطنا لها، بدنا نعدل لها البنطلون. حطوا لنا اللايك، تنسوناش من اللايك، اي أميرة بتذكركم. هيك كنت اخذت عبد الله وأميرة بدي اخذهم على الدكتور. زي ما انتم شايفين هيك بطريقنا. هين عبد الله قال في تركيا نجيب لهم اكل. للاسف رحنا على تركيا وكان الاكل زي ما انتم شايفين مخلص.
هان كنا نروح على الدكتور، قلت لعبد الله لا خلاص ترجعش بالطنجرة عشان الدنيا شوب، تعال كمل معي الطريق وخليك حملها. هذا كل حال النازحين كلهم راح تحكي الله يفرجها علينا. هي زي ما انتم شايفين انا جاي على نقطة طبية. عبد الله عنده رشح وسخونة ونهج في صدره بدنا نعالجه. أميرة عندها حساسية في جسمها بدي أعالجهم واجيب لهم علاج، الله يفرجها علينا يا رب. وزي ما انتم شايفين هي النقطة الطبية. السلام عليكم. عبد الله يا دكتورة، أول إشي شوفي لي عينه فترة إلها هيك حمراء من الجنب، كيفالي؟ بقوم في الليل بقول أخ يا راس، بضل يقول لي أخ يا راس بدي أموت. كان زي ما انت شفتوا قلت لكم عبد الله ميرويد، وكمان عنده عينه فيها مشكلة بدها حمراء من الجنب. اللهم صل على سيدنا محمد. الدكتورة فحصته بتكتب له علاج. عندنا شو نخليها تشوف أميرة. ظهرها ترحمنيش من رفع البلوزة حكت لك ظهرها. هان زي ما شفتوا أميرة عندها حساسية في ظهرها، كل جسمها حساسية من الرمل اللي احنا قاعدين عليه. يديك العافية. يلا يا مو. هيك الدكتورة خلصت معانا. هي هذا شرب الشراب يعني؟ جبنا العلاج. للأسف الشديد كل واحد من الصغار لازم ياخد أنبوبة كاملة، علبة يعني علاج، بس للأسف عشان العلاج مش متوفر بيدونا في السرنجات زي ما فرجيكم بالسرنجات. هذا للسخونة، أما هذا دنيا للحساسية لعبد الله شان الرشح، وأميرة الدنيا الهبر. هذا هو العلاج، بس للأسف عشان ما في علاج متوفر يعني بكميات بيسحبوا من أنبوبة بيدونا بالسرنجات. يعني كل طفل بيدونا 15 كيلو على أساس هو الطفل لازم ياخد العبوة كاملة، بس هذا كمان أطفالنا انحرموا منه. هيك كنا راجعين على خيمتنا. هم صوروا لكم هون احنا ماشيين، الناس بتعمل خيم لليوم، الناس بتنزح، شايفين؟ الله يهونها علينا يا رب. وبتحاول الناس تشدشد الخيم وتظبطهم، انتوا عارفين جاي منخفض، وهي الناس مشتريه نايلون منخفض شتوي يا رب. يعني نحاول تهيئ الوضع لانه احنا في خيام ويا عالم امتى تنحل. الله يفرجها علينا ان شاء الله. الله يعطيني واجيب انا الشهاده الثانيه اغطي المنطقه هاي مطرح ما بجلي وبعمل بدها تغطي ان شاء الله بدي اغطيها. هيك وصلنا خيمتنا زي ما انتم شايفين، وهي الاولاد نازلين. وهين بشرح للأولاد أميرة بدها الدواء هلا، بشرح لها قلت لها هلا بعد ما تتعشى الدواء هذا إلك ولعبد الله بس تتعشى، لا بدها تشرب منه هلا. قلت لها ما بزبط الا قالت للدكتوره بعد ما يتعشى يشربوش ينام. وهين اخذت أميرة، وانتم عارفين الخيمه شوب، يعني شوب في النهار في الليل ثلج. اخذتهم ونزلت عند حماتي، انتم عارفين حماتي نازحه على المواصل، رحنا نقعد عندهم في البراد. بصور لكم لحظه بلحظه بحياتنا حتى نوثقها والكل يشهد كيف احنا بنعيش، والتمها هاي ان شاء الله نضلها ذكرى ونرجع على بيوتنا سالمين غانمين يا رب في الشمع. زي ما انتم شايفين جيت على حماتي لقيتهم بيحفروا بيعملوا سوات الرمل، لانه الموج قالوا بده يطلع، يعني بده يعلى الموج، خايفين الموج يفوت عليهم بيعملوا سوات الرمل. هان كانت أميرة نايمة وهان ضيفوني عنب، صورتيكم كل لحظة بلحظتها. وهي هان بنت سلفي كانت قاعدة بتكنس لحماتي زي ما حكيت لكم المكانس وعناعنا، يعني المكنسة اللي عندهم نصها، يعني هي مكنسة كاملة، النص عندهم والنص عنا، بنمشي حالنا. الله يهونها علينا يا رب. هيك بعد ما رجعت من عند حماتي وقعدنا تقريبا صارت الساعة 5 هان، أبو وسام جاب ملوخية فرمتها وبدها أطبخها معكم. زي ما انتم شايفين دقيت لها التوم عشان أعملها القدحة، وكنت حاطة المية والماجي لأني عاملاها عماجي، يعني بدون لحم عاملاها عماجي. هيك سقطت الملوخية بدي أقدح لها بالتومة. الله يديم علينا يا رب النعمة. زي ما انتم شايفين وصلنا من الصباح حتى المساء معكم لليوم. بتمنى اللي شافناها حطولنا فيديو
وتعليق خلي الفيديو يرتفع، وإن شاء الله ميزان حسناتكم. الحين بعد ما فرمت الملوخية، لأنه الماكينة هاي تاعت الناس، يعني المفرمة تاعت الناس، غسلتها عشان أرجعها وأرجع أستخدم السدر. انتوا عارفين فيش أواني عنا، يعني نستخدم شغل نجليها بسرعة عشان نرجع نستخدمها. هيك كان غدانا اليوم، حطيت ملوخية وفلفل وليمون وعملت لهم رز. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلوبهم يا رب. وهان اجت بنت سلفي سلمى أصغر من أميرة. هين الله يحميهم أطفالنا يا رب. زي ما انتم شايفين قاعدين بتغدوا. ها ما تنسوناش من دعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من ولادنا يا مو.